انتشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لمدرس فيزياء وهو يبسط المثال لطالباته بالمعهد الخصوصي، لاقى هذا الفيديو صدى واسع من انتقادات وقسم مؤيدين. شو رأيكم بالفيديو؟ انطونا آراءكم بالتعليق. مرحبا وياكم قناة مجتمعي، اتمنى منكم تدعموني لايك، اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد، واهلا وسهلا بكم بقناتي. والله قاعد بشباك ان شاء الله. المهم فوصلت الى مرحله الاخبار الرسمي. زين، هذا الاخبار الرسمي شلون قامت تكتب بالجهال، تنطب بالشارع مخرط، تنطب بالشارع وشلع بشعرها. زين، ودق على راسه. زين، اخر شيء ودوني الشماعيه. خذ الشماعيه مستشفى درب خابر. زين، اريد نوصلها لمرحله الهدوء، لانه وصلت لمرحله الانفصام بالشخصيه الكامل. هذا الانفصام بالشخصيه مرات يؤدي حتى للقتل، ممكن انه يقتل لك باله او شيء. زين، شلون نوصلها للهدوء؟ بعد نوصلها للهدوء نجيب جهاز تحفيز المغناطيسي. نكمل شغله. نجيب جهاز تحفيز المغناطيسي. هذا جهاز تحفيز المغناطيسي يحتوي على ملف، يحتوي على من؟ على ملف. يخلون الملف الاول بالفص الاول من الدماغ. بس هو رجع براسي زين. خلينا نكمل. اذا خليتش كافي يلا تكمل. لا. بعد الجهاز هذا يحتوي على ملفين. يخلون الملف الاول بالفص الاول من الدماغ، والملف الثاني الثاني اوكي تمام. بعدين من اقول نسوي. زين، يخلون الملف الاول بالفص الاول من الدماغ، والملف الثاني بالفص الثاني من الدماغ. الملف الاول شو يصير بيه؟ يابا خلينا نحكي كافي. الملف الاول يصير بيه تغير بالتيار. الملف الاول شو يصير بيه؟ تغير بالتيار. واحنا قلنا لما يصير تغير بالتيار شو يتغير بعد؟ فيض المغناطيسي. بعد هنا راح يصير عندنا تغير بالتيار، ولا راح يصير تغير بالفيض. التغير بالفيض وين يصير؟ داخل الدماغ. بعد خلينا هذا صار تغير بالتيار، مو صح؟ وراه ايش راح يصير؟ تغير بالفيض المغناطيسي. رجع راسي. راح يصير عملية ارتجاج. يلا خلينا نكمل. هذا صار تغير بالتيار. هنا صار بعد شنو عندنا؟ تغير بالفيض. التغير مال الفيض وين يصير؟ داخل الدماغ. وين يصير؟ داخل الدماغ. هذا الدماغ لما يصير لي تغير بالفيض راح يشوش الخلايا العقليه والعصبيه ويوصلها الى مرحله الهدوء. بعد ما شو راح يصير هذا يصير؟